اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حمدنا الباترون. اذا نتمنى تكملوا الفيديو معنا حتى الاخير. راه كاين الدرس الاول كيفاش تخلصنا هاد الباترون مع الكم ديالنا على هذا الشكل هذا. اذا حنا في الجزء الثاني غادي نديروا طرافو غياليزي مكتوب على اثنان على هذا الشكل. اذا غادي نحاول نقاد هاد الخطوط هادو مع هاد البلاصه ما نشوفش الفوق صافي. وازيت هنايا الخلف وانتم كتلاحظوا هاد الخطوط هادو هما الاولين. بالنسبه للاخوات اللي هما مبتدئين ولا مبتدئات ولا المبتدئين ما ديروش هكذا، ما ديروش هذا اللي فيه هاد الولاد. تحاولي تشري التوب ديال بوبلين. هو فاش تعلمي يخصو يكون لون واحد اوني، ما فيه وريضات ما فيه حتى شي حاجه باش تعلمي فيه. نصيحه بينغلي. اذا غادي نحط هادو بلي زيبانغل خايف غير مشقوق، الخلف ديالنا غير مشقوق، وقلت لكم هذا يتوازن مع هذا. وهنا غادي نخلي 6 سنتيمتر. ها هي 6 سنتيمتر، 6 سنتيم على هذا الشكل هذا. هادو يكونوا متوازنين ليا. نصيحه للمبتدئات والمبتدئين، الله يرضي عليكم ما ديروش هذا اللي فيه الالوان ولي دغابو لي موتيف وداكشي، ما ديروش. ديروا بيض ولا شي لون اوني واحد، ما تزيدوش. اذا كيف يعقل انك غتعلمي باش تقادي هاد لي كارو وتقادي هادو وتقادي هادي وتقادي هادي؟ ستوديو صعيب. صافي راه وضعت لي زيبانغل على هاد الشكل كما كتشوفوا. نتوما غادي تراسيو سنتيم الخياطه، سنتيم سنتيم سنتيم. هادي درت فيها 6 سنتيمتر، 3 على 3 فين ندير لا فالور بوتونيير. اخوات الله يرضي عليكم حتى تراسيو لا فالور د لا كوتور. هنا اتفقنا نخليو 3 حتى نقيسو على الزبونه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نفصل الكم ديالي بلون اخر. عرفتوا بان الامام مفوت على الخلف، محرود اكثر من الخلف. اذا هذا الامام ملي غادي نغسل غادي نحاول نديرو على اثنين. امام محرود، هنايا الخلف لا. غادي ندير البواني من هاد التوب، ندير البواني من هاد التوب باش نقتصد على التوب. هنايا سنتيم اذا في هذا الجزء غادي نحاول ندير الكابيشو ديالي. عندي غادي نحاول ناخذ لا لينيا وغادي ندير 34 على هذا الشكل هذا، وندير زاويه قائمه على هذا الشكل هذا، وندير خط على هذا الشكل. اذا هذا الخط هذا غادي يكون فيه 26 على حسب لا طاي اللي عندي. وهاد القضيه راه درتها معكم في القب العلمي. اذا الكابيشو راه معاود في هذه القناه عدد كبير من المرات. ديري طريقه القاعده الاساسيه للقب الجلابه المغربيه وغادي تعرفي كيفاش غادي ديري هذا الكابيشو هذا على هذا الشكل هذا. اذا لاحظوا معايا هنا غادي ندخل ب4 ونص سنتيم، ومن هنا لهنا غادي نطلع ب2 سنتيم على هذا الشكل، ونطلع من هنا لهنايا ب6 سنتيم. اذا طلعت هنا باثنين هنا ب6 سنتيم باش تستخلصي بحال هذا القب هذا. العدد اللي درت هنايا هو اللي غادي ندير في هذه النقطه هذه اللي درت هنايا على هذا الشكل هذا. ثم ناخذ
بهذا الشكل هذا، على هذا الشكل، ونجيبو على هذا الشكل دائري على هذا الشكل هذا. إذا نطلع من هنا لهنا 5 سنتيم على هذا الشكل، ونجي من هنا لهنا على هذا الشكل، ها هو. إذا ونجيب البيروكي ديالي ولا البيستولي على هذا الشكل، وندخل من هنا لهنا بعدد بنفس العدد باش طلعت، باش ندخل هنايا على هذا الشكل. إذا غادي ندرسي خط هكذا باش ندير الباندا الكابيش ديالنا. إذا شحال عندي في الكابيش، غادي نشوفو شحال عندي في الكابيش. في الدورة إذا عندي 44 هي اللي غادي نوضع. إذا نيشان 44 اللي عندي ها هي، غادي نخرج ب9 سنتيم من هنا لهنايا. إذا 9 سنتيم، نفس العدد غادي نعملو الفوق 9 9، ها هو على هاد الشكل هذا. نهبط بخط مستقيم على هاد الشكل هذا. إذا هنا لتحت غادي نحيد 1.5، ومن هنا كذلك ومثال 1.5، ونخرج بهم حتى لهنايا على هاد الشكل هذا. إذا بهاد الشكل هذا. إذا على هاد الشكل هذا بغيتو. إذا في الأخير غادي ندير بهم كاباري. بابي كارطون على هاد الشكل شتو، و هذا على هاد الشكل. هادو غادي يبقاو خدامين ليا ديما. إذا هادو غادي نبقى نخدم بهم حتى نموت. دي كاباري شتو، عندي نجاب، عندي كلشي، غير كنعاود نشرح معاكم. ها هما شدهم سبق. هادو ثمينين عند المصممين الازياء العالميين، هادو ثمينين. هذا هو الكباري. إذا هذا على 2 غادي نشد على هاد الشكل وهاد الشكل الكابيش ديالي. إذا هذا هو الكابيش ديالي على هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل. غنشوف الباندا ديالي، هي هاديك على هاد الشكل. أوكي سي بون.
درت غادي نخرج منها الجياب. اذا غادي نخرج منها هاد الجياب هادو هنا وهنايا، الجيب هنا وهنايا، ونقدر نديرو حتى بالغطايه ونخرج منها سوار لي بواني من هاد شويه. غادي ندير 16 سنتيمتر من هاد الشكل. وندير 16 هنايا. على هاد الشكل، هادشي اللي شاد بواني صغار على هاد الشكل. اذا درت فيهم 15 وهنايا في العرض درت 12 15. هادو دي بواني هكذا هكذا هكذا. هادو دي بوش. غادي نديرو لي غابة ديالهم. لي غابة الغطايات ديال الجيب هانتوما كي كتشوفو على هاد الشكل، ونقطع بهاد الشكل وبهاد الشكل. لاحظو نفوت 4 سنتيم هنا، باش يكون عندي على هاد الشكل هذا غون، ونجيبهم قد هنا قد هنايا باش ملي نردهم يجيو هكذا. كدا غادي نكونو انتهينا الموضوع ديالنا. اذا هذا الجزء الثاني ديالنا بعد ما فصلنا هادو لي بوانيي اللي غادي يكونوا لنا هنايا على هذا الشكل هذا، هنايا في البلاصه هذا. اذا لي بوانيي مع لا مونش ديالنا غادي نحطوهم على هذا الشكل هذا. المهم تنبداو في طرافو رياليزي. عندنا الامام ديالنا ها لي بوش اللي غادي يكونوا هنايا، كنا نديروهم من لونوار ولكن ما بغيناش نديرو خلط الجلط، ودرنا لي بوش ديالنا بلاكيت هما هادو على هذا الشكل هذا. اذا الامام ديالنا على هذا الشكل، والكابيش ديالنا فصلناه بهذا الدوبلور هذا، وبالطريقه اللي قلت لكم اللي غادي تحتفظوا به في الكباري. الا كان الفيزلين غادي ينفعنا لي بوش لي غابه في هادو، غادي نديرو الفيزلين في لو نوار موجود متوفر. اذا ما بقى ليا الا نودعكم الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله ديال الخياطه. ما تنساوش تشوفوا الفيديو الاول الدرس ديال هذا، اذا درتو في اجزاء. الجزء الاول غتشوفوه في اعلى الفيديو، في اخر الصوره، في اخر الفيديو ان شاء الله. نتمنى تلايكيو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله باذن الله. اذا استودعكم في امان الله، الى اللقاء في الدرس ديال الخياطه ان شاء الله. ريت ما ننتهي منه غادي تلقاوه في الجزء الاعلى كذلك ومثال، تلقاو الجزء الاول والجزء الثاني ان شاء الله. استودعكم في امان الله.